ماني بيستظرف يقول لك بيسالوه محمد صلاح بيضحك يقول لك محمد صلاح ما خدش كاس افريقيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخبار الرجاله عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اول حاجه يا صاحبي صلي على النبي عشان ناخد ثواب وانت تاخد ثواب عليه افضل الصلاه من التسليم. ولو مش متابعني تابعنا اشترك بالجديد. النصر السعودي في مباراه ولا اروع، بيفوز على الهلال السعودي رغم ان النصر ناقص 10 يعني بيلعب ب 10 لعيبه، بيفوز على الهلال بعد ما كان متاخر 1-0 2-1 بهدفي الدون كريستيانو رونالدو اللي هو ايه الذهب لا يصدع. المباراة قمة في كل شيء جماهيريا وتحكيميا وكل حاجة صراحة يعني، وتألقت فيها النجوم بتاعتها. الولد بتاع الهلال السعودي بيحتفل الاحتفال بتاع رونالدو، فرونالدو بيرد له فاهم الحكاية بهدفين. رونالدو كده البطولة رقم 33 في تاريخه، بس بعد صيام بقى 814 يوم. آخر بطولة كان واخدها كانت مع يوفي، أنت متخيل؟ آخر بطولة كان واخدها كانت مع يوفنتوس، بس بدأ العداد أهو يفتح معاه. وممكن بقى يتكلم في دوري سعودي، يتكلم في سوبر سعودي، يتكلم في دوري ابطال اسيا. مبروك لبريزيتش سافيتش احسن لاعب في البطوله، ورونالدو طبعا هداف البطوله. انا عايز بقى اتكلم عن ماني. يعني يا ماني يا حبيبي، انت خدت بطوله دوري ابطال افريقيا كاس افريقيا مع فريقك وبصراحه ما خدهاش. ماشي يا بابا، بس احنا منتخب مصر اكتر منتخب خد البطوله، انت اول بطوله يعني فوق. حتى لو انت بتتكلم عن المستوى الفردي انت وصلاح، صلاح هداف الدوري الانجليزي كذا مره وهيبقى يخش من عظماء ال10 في تاريخ الدوري الانجليزي، وانت فين؟ طب ولا مره يا ابني هداف دوري انجليزي؟ انت ركز عشان انا بحبك والله، انت راجل مسلم وانا بحبك، فبلاش ايه يسخنوك الصحفيين لان هيشتغلوا لك على القصه دي، هيوقعوا بينك وبين الرابط. الريال بقى بيفتتح الدوري الاسباني بفوز مهم على بلباو، بس في برضه يعني اصابه ميليتاو المدافع القوي بتاع ريال مدريد، وانشيلوتي بيقول لك شكلها اصابه قويه ومش سهله، وبيستعير كيبا الحارس كيبا اللي كان في تشيلسي ده الحارس الاسباني، بيستعيره لمده سنه طبعا لاصابه كورتوا برباط صليبي. الريال احواله مش احسن حاجه. باريس برضو بيفتتح الدوري الفرنسي بتعادل مع لوريان تقريبا، بس باريس بيلعب بدون نيمار بدون امبابي بدون فيراتي، لان هو لسه ما يعرفش مصيرهم ايه. مش عارف يعني ايه ما يعرفش مصيرهم ايه دي؟ طالما لسه على قائمتك مش فاهم. في مشاكل كتير في باريس، الموضوع مش سالك عندهم. اتحاد كرة اليد بقى بيقول لك انا مش هجدول. الزمالك انا مش هجدول لك المستحقات اللي عليك، يا ما تبعتهاش مش هتشارك في اي بطولة خارجية. الزمالك عايز يشارك في البطولة العربية اللي جاية طبعا، جوائز والدنيا وبتاع، فاتحاد كرة اليد رفض ان الزمالك يشارك في اي بطولة خارجية الا لو دفع المستحقات اللي عليه لاتحاد كرة اليد. فطبعا موضوع ازمات 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 ما بتنتهيش. مرتضى فجر المعبد وهرب. الله يكون في عون الجماهير الزملكاويه صراحه. في نقطه برضه عايز اعقب عليها، في واحد اسمه وليد الفراج ما اعرفش ليه بيحكها مع مصر. يعني انت دلوقتي النصر والهلال ما حدش مش لازم تبقى مثلا عشان انت عندك فرق قويه يبقى انا ما عنديش، مش لازم عشان انت فاهم الفكره ازاي. ما تدخلناش في جمله مفيده. اللي تقول لي ديربي النصر والهلال هو اكبر ديربي في الشرق الاوسط، من امتى الكلام ده؟ انت لسه جايب رونالدو امبارح. طب ما انت يا عم الهلال بتاعك ده اقوى فريق عندك، ما انت لما لعبت الاهلي قلتوا قبليها الاهلي يخشم مواجهه الهلال ولما لعبتك شمطتك 4-0 4-0 يعني، كنت بلعب بنص الاهلي، انت بنفسك قلت كده لو تفتكر ارجع بالزمن لورا. فبلاش تحكوها معانا، لان انتوا اساسا كل بلدك ما تجيش عدد جمهور النادي الاهلي، كل بلدك السعوديه كلها على بعضها ما تجيش عدد جمهور الاهلي، بس مع احترامي ليهم بس ما تحكهاش معانا. عودة صلاح محسن، ليه معمول لي ضجة على صلاح محسن وكأن هو بفرمان من كولر؟ صلاح محسن ما كان راح ورجع وراح ورجع، وهو سبب اصلا ارتفاع اسعار اللعيبه بالشكل الغبي في مصر دوت من اول 40 مليون بتاعته. وصلاح محسن مش هيعمل حاجه. هو ممكن عودته تحسبا مثلا لرحيل شريف للخليج السعودي، بس شريف قد صلاح محسن ده 400 مليون مره. انا صلاح محسن بالنسبه لي غير مقنع، هو ما يصلحش للنادي الاهلي، والايام هتثبت لك برده كلامي. حتى لو جاب جون كل 20 سنه ستايل طاهر محمد طاهر برده اللي هو بروباجندا بس، لكن لعيب هتعتمد عليه يبقى هجوم النادي الاهلي مفيش الكلام ده ما اعتقدش. وده طبعا جدول مباريات النهارده، في مباراه في منتهى الاهميه، اهمها بالنسبه لي افتتاح ليفربول للدوري الانجليزي، صلاح ضد تشيلسي، هيبقى ماتش في منتهى الروعه. نتمنى صلاح يسجل عشان يبقى بيسجل على التوالي في المباراه الافتتاحيه، وده رقم برضه قياسي ليه. وفي الاخر يا صاحبي ما تنساش تتابع القناه عشان تتابع كل جديد. سلام.